السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مسيو محمود عباس، أستاذ اللغة الفرنسية للثانوية العامة، وأنت بتتفرج على سلسلة شرح دروس اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي. لو أنت ما اتفرجتش على الحلقات اللي فاتت هتلاقي في لينك في صندوق الوصف في الدروس مرتبة. لو أنت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يجي لك الفيديوهات اللي جاية إن شاء الله. بس قبل ما نبدأ انزل اعمل كومنت صلي فيه على سيدنا محمد عشان ربنا يكرمنا بإذن الله. الدرس الثاني عندنا بعض القواعد مهمة جدا ومن أهم القواعد اللي عندك في سنة ثالثة. عندك الأمر وعندك الضمائر الشخصية. تعالوا نشوف كده مع بعض الضمائر الشخصية. أولا احنا عندنا الضمائر الشخصية بتنقسم لنوعين، اللي هو ضمائر الفاعل وضمائر المفعول. أول حاجة ضمائر الفاعل. تعالوا نشوف مع بعض ضمائر الفاعل. أول حاجة عندنا ضمائر الفاعل اللي هي جو أنا، tu أنت، il هو، elle هي، nous نحن، vous أنتم، il avec s هم، elle avec s هن. وعرفنا قبل كده إن أي اسم مفرد بيساوي مفرد مذكر بيساوي il، يعني علي بيساوي il، وأي اسم مفرد مؤنث بيساوي elle. أي اسم مفرد مؤنث بيساوي elle، يعني لما أقول منى هي ما أقول elle grande. والاسم الجمع المذكر بيساوي il avec s، يعني le garçon بيساوي il avec s اللي هي هم. ولو عندي اسم مذكر واسم مؤنث يبقى كله جمع مذكر، يعني لما اقول علي منى بيساوي il avec s اللي هي هم، والاسم الجمع المؤنث بيساوي في الضمائر il avec s اللي هي هن. واي اسم زائد الضمير موا بيساوي نو او اون زي ما تشوف دلوقتي. يبقى اي اسم زائد موا اللي هي انا معناها نحن يبقى نو، واي اسم زائد توا معناه فو اللي هي انتم. اما الضمير اون معناه نحن وبيساوي il في التصريف، زي ما اقول on parle anglais، نحن نتحدث اللغة الانجليزية. خلي بالك من الملحوظة دي ان اي اسم زائد الضمير موا بيساوي نو او اون، طبعا بختار حسب تصريف الفعل. واي اسم زائد توا بيساوي الفو اللي هي انتم. المثال رقم 1 بيقول لي سامي اي موا، انا وسامي نقط فا. طبعا اتفقنا ان اي اسم زائد الضمير موا يا اما نو يا اما اون، وبما ان الفعل اللي عندي متصرف مع الإيل اذا اون يبقى اون فا. رقم 2 سامي اموا نقط الون. طبعا سامي اموا بيساوي نو او اون، والفعل اللي هنا اخره او ان اس اذا اختار النو اللي هي الاولى. رقم 3 بيقول لي سامي اتوا نقط الي او كلوب، يبقى هتبقى فوز الي او كلوب. تعال نشوف بعض الامثله. اول سؤال بيقول لي سامي فا او ليسي. سامي هل سامي بيذهب الى المدرسه؟ فقمت قايل وي ايوه. ايه يذهب الى المدرسه؟ طبعا المفروض هو يبقى إيل اللي هي الاولى. اما اقول ساره جو او تنس، هل ساره بتلعب تنس؟ يبقى ارد اقول وي ال جو او تنس، ايوه هي بتلعب التنس. رقم 3 لجارسون ام لو فوتبول. طبعا لجارسون جمع مذكر اذا اختار إيل افيك اس اللي هي التانية. اما اقول ساره ايه ساكوبين، ساره وصديقتها، طبعا ده كده جمع مؤنث اذا اختار إيل افيك اس اللي هي التالتة. بعد كده عندنا ضمائر المفعول، واحنا بنقسم ضمائر المفعول لضمائر للمفعول المباشر وضمائر المفعول الغير مباشر. زي ما اقول جي رينكونتر احمد او سينما، انا قابلت احمد في السينما. احمد هنا مفعول مباشر لانه غير مسبوق بحرف جر. اما المفعول الغير مباشر بيبقى مسبوق بحرف جر، زي ما اقول مثلا جي بارل احمد، يعني انا اتحدث الى احمد. احمد هنا مفعول غير مباشر لانه مسبوق بحرف جر. طيب احنا بقى عندنا الضمائر الشخصية. الضمائر الشخصية دي بتحل محل المفعول، طبعا لعدم تكرار الكلام علشان ما كررش الكلام تاني. زي عندنا في العربي كده لما اجي اقول لما اجي اسال واحد اقول له
هل انت عملت الواجب؟ بيرد عليا يقول لي ايوه انا عملته. ما بيكررش كلمة الواجب تاني او ما بيكررش المفعول تاني، طبعا علشان ما يقعدش يكرر في الكلام. نفس القصة في الفرنساوي، انا بحذف المفعول وبحط مكانه الضمير لعدم تكرار الكلام. تعالوا نشوف مع بعض ضمائر المفعول المباشر. تعال نشوف مع بعض كده ضمائر المفعول. خلي بالك ان ضمائر المفعول بتنقسم الى نوعين، في نوعين من المفعول: المفعول المباشر والمفعول غير المباشر. اعرف ان المفعول المباشر غير مسبوق بحرف جر، اما المفعول المباشر بيبقى مسبوق بحرف جر. زي مثلا اما اقول il parle le français، هنا كلمة le français مفعول مباشر لان مفيش قبلها حرف جر. اما لو انا قلت لك il parle علي، علي هنا مفعول غير مباشر لانه مسبوق بحرف الجر اهم حاجة في الضمائر الشخصية هي الفعل. الفعل هو اللي بيحدد نوع الضمير. دي الافعال اللي بيجي معاها مفعول مباشر اللي هي regarder يشاهد، trouver يجد، voir يرى، chercher يبحث، respecter يحترم، visiter يزور، préparer يجهز، inviter يدعو، aimer يحب، préférer يفضل، détester يكره، adorer يعشق، attendre ينتظر، porter يرتدي، mettre يرتدي، lire يقرأ، accompagner يصطحب، chercher يبحث، connaître يعرف، apprendre يتعلم. أول ضمير عندنا اللي هو le، والle بيحل محل مفعول مفرد مذكر. زي ما أقول je vois هاني، أنا أرى هاني. لو أنا عايز أشيل هاني أقول je le vois، أنا أراه je le vois. زي ما أقول سمير regarde le film، هل سمير اتفرج على الفيلم؟ فقلت سمير le regarde، سمير شاهده. زي ما أقول il porte le survêtement، il porte le survêtement هتبقى سمير le porte، سمير ارتداه. طبعا الضمير بيأتي قبل الفعل. أما لا دي بتحل محل مفعول مباشر، طبعا مفرد مؤنث. زي ما اقول البورت لا جيب، طب لو انا عايز انفيها تبقى الا بورت، هي ترتديه. زي ما اقول زوي برون سات فواتير، زوي ركبت هذه السيارة. فانا لو عايز اشيل كلمة سات فواتير يحل محلها الضمير لا، او زوي لا برون. بعد كده عندنا الابوستروف، وده بيحل محل مفعول مباشر مفرد بنوعي، بس الفعل مبدوء بحرف متحرك، لان قلنا قبل كده ان الضمير يأتي قبل الفعل، الضمير يأتي قبل الفعل. زي ما اقول je sais انا بقيس، cette chemise هذا القميص. اقول je les sais، je les sais يعني انا بقيسه. زي ما اقول مثلا j'achète une voiture او cette voiture، انا هشتري العربية دي، j'achète cette voiture. لو انا عايز اشيل المفعول اللي هو cette voiture تبقى je l'achète، انا اشتريتها je l'achète. وكمان اللي يس دي بتحل محل مفعول جمع بنوعين. زي ما اقول je mets ces chaussures، هل سترتدي او انت ترتدي هذا الحذاء، فتقول je les mets، شلت طبعا كلمة شوسير وحط اس. في عندنا نوعين من الأسئلة. أول سؤال بيجيلي بيبقى فيه سؤال وإجابة، يعني يقول لي لي جارسون ام لو فوتبول، وي نقط ام لو فوتبول. طبعا هنا بشوف ايه اللي اتحذف او ايه اللي كان موجود في السؤال وما عادش موجود في الإجابة. طبعا اللي كان موجود في السؤال كلمة لي جارسون وما عادتش موجودة في الإجابة. أشوف موقعها في الجملة، طبعا موقعها فاعل، يبقى انا عايز ضمير فاعل عايد على كلمة لي جارسون الاولاد، طبعا جمع مذكر اذا نختار اللي هي اي لافيك اس اللي هي الاولى. رقم 2 لي زيليف التلاميذ ام لو فرونسي، يعني هل التلاميذ بيحبوا الفرنساوي؟ فقلت وي ايوه. ايه بيحبوا الفرنساوي؟ طبعا اللي كان موجود كلمة لي زيليف وما عادتش موجودة في الاجابة،
يبقى انا عايز ضمير فاعل عايد على كلمة ليزيليف جمع، اذا اختار إلافيك اس اللي هي التالتة. سي شوسيغ هذا الحذاء سون شاغ بيكون غالي، فقلت وي ايوه ايه سون شاغ. طبعا اللي كان موجود في السؤال كلمة سي شوسير وما عادتش موجودة في الإجابة، إذا أنا محتاج ضمير فاعل عايد على كلمة سي شوسير جمع مؤنث، إذا أختار التالتة ال افيك اس. رقم 4 سات روب ايه على مود، هل هذا الفستان على الموضة؟ فقلت وي أيوة ايه يكون على الموضة. طبعا الفاعل اللي هو إيه أو اللي كان الكلمة اللي كانت موجودة في السؤال كلمة سات روب وما عادتش موجودة في الجملة، إذا أنا محتاج ضمير فاعل عايد على كلمة سات روب اللي هو مفرد مؤنث، يبقى اختار اللي هي التالتة. بعد كده بيقول لي لفي البنات ايم لامود، هل البنات بيحبوا الموضة؟ فقمت قايل وي ال نقط ايم. طبعا اللي كان موجود في السؤال كلمة لامود اللي هي الموضة وما عادتش موجودة في الإجابة، إذا أنا محتاج ضمير فاعل ضمير مفعول. هنا طبعا موقع ضمير مفعول، الفاعل موجود اللي هو إلافيك اس. طبعا أنا محتاج ضمير مفعول عايد على كلمة لامود الموضة، هتبقى إلا أبوستروف اللي هي الأولى، يبقى تبقى وي الليم أيوة هن بيحبوا الموضة. رقم 6 سامي فا ماتخ لو سيرفيتمون، هل سامي سوف يرتدي الترنج؟ طيب ايه اللي كان موجود في السؤال وما عادش موجود في الإجابة؟ طبعا كلمة لو سيرفيتمون موقعها مفعول، إذا أنا محتاج ضمير مفعول عايد على كلمة لو سيرفيتمون مفرد مذكر، إذا اختار التالتة اللي هي لو. رقم 7 tu vas attendre tes copains au club، هل انت هتنتظر اصدقائك في النادي؟ فقلت وي ايوه je vais نقط attendre ايوه انا هنتظرهم. طبعا اللي كان موجود في السؤال كلمة tes copains وما عادتش موجودة في الإجابة، إذا أنا محتاج ضمير مفعول عايد على كلمة tes copains ودي جمع، إذا اختار اللي هي التانية. رقم 8 سارة va faire son devoir، هل سارة هتعمل واجباتها أو واجبها؟ فقلت أيوة سارة هتعمله. طبعا اللي كان موجود في السؤال كلمة son devoir وما عادتش موجودة في الإجابة، إذا أنا محتاج ضمير مفعول عايد على كلمة son devoir مفرد مذكر، إذا اختار التانية اللي هي لو. النوع التاني من الأسئلة ما بيجيبش سؤال وإجابة، بيجيب لي كلمة في البداية، الكلمة دي كانت موجودة في الجملة وانا حذفتها، بيقول لي الكلمة دي كانت محذوفة، يا ترى هتعوض عنها بالضمير ايه؟ يعني هنا بيقول لي لو فوتبول كرة القدم جو براتيك انا امارس. طبعا اصل الجملة كانت جو براتيك لو فوتبول وهو حذف لي كلمة لو فوتبول، عوض عنها هنا ايه بقى بالضمير ايه؟ طبعا انا هنا محتاج ضمير مفعول مفرد مذكر، اذا اختار الاولى اللي هي لو. رقم 10 ميزامي أصدقائي جو فوا أنا أرى أوكليب، طبعا المفروض إن أنا أقول أنا أراهم في النادي، يبقى أنا عايز ضمير مفعول عايد على كلمة ميزامي جمع، إذا أختار اللي اللي هي التانية. رقم 11 سامي جو نقط أتوند على جار، سامي أنا أنتظره في المحطة. طبعا هنا اللي اتحذف سامي وده مفرد، إذا أختار تمام الابوستروف عشان الفعل مبدوء بحرف متحرك. بعد كده رقم 12 بيقول لي سي سور فيتمون جيم نقط ماتخ، طبعا هنا بيقول لي هذا الترنج انا سوف ارتدي، طبعا المفروض انا سوف ارتديه، يعني انا محتاج ضمير مفعول عايد على كلمة سي سير فيتمون وده مفرد مذكر، اذا اختار الاولى اللي هي لو. رقم 13 سي شوسير هذا الحذاء نقط سون سوبر، هذا الحذاء ايه بيكون رائع. طبعا انا عايز اقول هذا الحذاء بيكون رائع، يبقى انا عايز ضمير فاعل عايد على كلمة سي شوسير، اذا اختار الاخيرة اللي هي ال افيك اس. بعد كده عندنا ضمائر المفعول الغير مباشر العاقل اللي هي مسبوق بحرف الجر اعرف ان انت عندك 5 افعال ساعة ما تشوفهم على طول بتختار لوي او لاغ، لوي في المفرد ولاغ في الجمع، اللي هي تليفوني يتصل ب، بارلي يتحدث الى،
اوبيير يطيع، وروندر فيزيت اللي هو يقوم بزيارة فلان، وسورير اللي هو بمعنى يضحك ليه. اول ما تشوف الافعال دي على طول بتختار لوي او لا. وفي عندنا ضمائر المفعول الغير مباشر اللي هي لوي ولور. طبعا لوي في المفرد ولور في الجمع. في عندنا افعال ساعة ما تشوفها اختار على طول لوي او لا، لانهم ما بيجيش معاهم الا مفعول غير مباشر، اللي هو روندر فيزيت اللي هو بمعنى يقوم بزيارة، وتليفوني اللي هو بمعنى يتصل، وبارلي يتحدث، وسورير. وطبعا بارلي مع العاقل، لان ممكن يجي مع الغير عاقل فياخد الضمير الأون، او يجي مع اللغة فياخد الضمير لو. سورير اللي هو بمعنى يضحك، اوبيير اللي هو بمعنى يطيع. طبعا بنختار لوي او لا. طبعا زي ما اقول مي فوازان جو نوت سوري توجور. طبعا انت عندك الفعل سوري اللي هو فيرب سورير، وعندك اللي اتحذف مي فوازان يبقى جمع يبقى لور. مي بارون جو نوت اوبيي فيرب اوبيير مع الجمع يبقى نختار اللي هي لور. بعد كده عندنا افعال بتاخد مفعولين، مفعول مباشر ومفعول غير مباشر. مع الافعال دي انا بحل الجمل دي بحاجه اسمها الطريقه العكسيه. يعني ايه الطريقه العكسيه؟ الطريقه العكسيه اللي هو انا عندي الفعل ده بياخد مفعولين، مفعول مباشر ومفعول غير مباشر. انا بشوف ايه اللي موجود في الجمله، والله لو اللي موجود مفعول مباشر يبقى اللي اتحذف المفعول الغير مباشر، لو اللي موجود في الجمله مفعول غير مباشر يبقى اللي اتحذف المفعول المباشر. يعني بنسميها الطريقه العكسيه. اما في افعال بنستخدم معاها الطريقه العكسيه، والطريقه العكسيه يعني الافعال دي بتاخد مفعول مباشر ومفعول غير مباشر. زي الجزئيه دي اهو، الفعل اي فعل من دول بيجي معاه مفعول مباشر، وده بيبقى على طول غير عاقل، وبيحل محله ل ولا والا ابوستروف والياس. وبيجي معاه كمان مفعول غير مباشر اللي هو العاقل، وبيحل محله لوي او لا. زي الافعال اكرير اللي هو بمعنى يكتب، دوني اللي هو بمعنى يعطي، اوفرير اللي هو بمعنى يقدم، باسي اللي هو بمعنى يمرر، لونسي اللي هو بمعنى يرمي، اشتي اللي هو يشتري، بريتي اللي هو بمعنى يسلف، ابورتي اللي هو بمعنى يحضر، دير اللي هو بمعنى يقول، راكونتي اللي هو بمعنى يحكي، دوموندي اللي هو بمعنى يطلب. يعني لما اجي اقول لو جارديان لونس نقط لو بالون، طبعا الفعل اللي عندي اللي هو فيرب لونسي، فيرب لونسي ده جاء بعده مفعول مباشر، يبقى اللي اتحذف الغير مباشر اللي هي هتبقى لوي. هنا لو بالون دي الكلمه طبعا اللي اتحذفت، بيقول لي لونس نقط تون كوبان. لونس اللي هو فيرب لونسي جاي بعده حرف الجر اللي هو تون كوبان، يبقى كده اللي اتحذف المفعول المباشر، يبقى نختار اللي هو اللي. تعالوا نحل بقى كده اسئله على المباشر والغير مباشر. اول سؤال بيقول لي تيا regardez le film. oui je نقط regarder. طبعا انت عندك الفعل اللي هو regarder، والكلمه اللي اتحذفت لفيلم بياخد مفعول مباشر يبقى الابوستروف. le professeur je نقط écoute. فيرب écouter بياخد مفعول مباشر اللي هو بمعنى يسمع، يبقى انا بسمعهم، مش حرف جر، انا بسمعهم يبقى لي اللي يس. le karaté je نقط pratique. برضو هنا كلمة pratiquer بياخد مفعول مباشر، والكلمة اللي اتحذفت le karaté يبقى le. ces livres je vais نقط lire. برضو عندك فيرب lire بياخد مفعول مباشر، والكلمة اللي اتحذفت اللي هي بتبقى في الأول دي اللي هي الجمع يبقى ال es. ce sont mes parents je vais نقط aider. برضو هنا عندك فيرب aider اللي هو بمعنى يساعد، و ce sont mes parents ده كده جمع يبقى ال es. le match je نقط regarde أستاذ. برضو هنا فيرب regarder، وعندك le match مفرد مذكر، فيرب regarder بياخد مفعول مباشر يبقى le. les malades le médecin va نقط voir. هنا فيرب voir بياخد مفعول مباشر، واللي اتحذف جمع يبقى ال es. بيقول لي les amis فؤاد نقط écrit une lettre. عندك هنا الفعل اللي هو فيرب écrire. طيب نستنى بقى شوية كده.
فيرب اكرير احنا قلنا بيجي معاه مفعولين مباشر وغير مباشر. انت بقى بتشوف ايه اللي موجود وايه اللي محذوف. طبعا فيرب اكرير جاي بعده مفعول مباشر، يبقى اللي اتحذف الغير مباشر، يبقى نختار اللي هو لور. منى نو جو نقط تليفون، فيرب تليفونيه بيجي معاه لوي او لاغ، يبقى نختار لوي لان منى مفرد. ما طانت جو نقط ابورت ان كادو، برضو هنا فيرب ابورتي اللي هو بمعنى يحضر، جاي بعدها مفعول مباشر، يبقى اللي اتحذف الغير مباشر اللي هو دايما بيبقى عاقل، يبقى لوي. مون كوزان وي جو في نقط اوفخير ان كادو، فيرب اوفخير اللي هو بمعنى يقدم او يعرض، برضو هنا اللي اتحذف اللي هو العاقل يبقى على طول بيبقى لوي او لا، طبعا مفرد تبقى لوي. ولو شفتها برضو اللي جاي بعدها المباشر يبقى اللي اتحذف الغير مباشر. voici mes camarades je نقط et téléphoner، فيرب تليفوني برضو على طول لوي او لا، ومي كاماراد جمع تبقى لور. ما مير جو نقط aim، طبعا فيرب aimer بيجي معاه مفعول مباشر يبقى الابوستروف. سي ليفر سي ليفر جو في نقط لير دون زين سومن، هقراها في خلال اسبوع، لير بياخد مفعول مباشر يبقى ال اس. ce message je نقط écrit à رحمة، طبعا ده الجملة دي في الماضي المركب. الفعل اللي عندي اللي هو فيرب écrire، طبعا ده اسم المفعول من écrire. فيرب écrire قلنا بياخد حاجتين، بياخد مفعولين، مفعول مباشر ومفعول غير مباشر، واللي اتحذف اللي هو الغير العاقل يبقى مباشر يبقى الابوستروف. علي جي نقط écrit cette lettre، طب هنا العكس، هنا عندي فيرب écrire واللي اتحذف اللي هو العاقل يبقى لوي. ses élèves أميرة va نقط offrir de cadeau، هنا عندي فيرب offrir اللي هو بياخد مباشر وغير مباشر، واللي اتحذف اللي هو ses élèves عاقل يبقى leur. cet enfant سلمى نقط envoie du chocolat، برضو هنا فيرب envoyer اللي هو بمعنى يرسل، فيرب envoyer بياخد حرف الجر واللي اتحذف العاقل يبقى لوي. حتى لو استخدمت الطريقة العكسية فيرب envoyer جاء بعده مفعول مباشر يبقى اللي اتحذف غير مباشر يبقى لوي. حبيبة علي va نقط donner cette fleur، فيرب donner برضو بياخد مفعول مباشر وغير مباشر، واللي اتحذف العاقل يبقى لوي. mes parents je vais نقط offrir ce cadeau، برضو فيرب offrir جاي بعده مفعول مباشر يبقى اللي اتحذف الغير مباشر يبقى leur عشان اللي اتحذف جمع. mes parents. ma sœur علي نقط écrit، فيرب écrire برضو بياخد مفعول مباشر وغير مباشر، اللي اتحذف هنا ma sœur اللي هو العاقل، طالما العاقل اللي اتحذف يبقى كده مفعول غير مباشر يبقى لوي. اما لو اللي اتحذف اللي هو الغير العاقل بيبقى مباشر، طبعا دي مع الافعال اللي بتاخد مفعولين. les élèves le professeur نقط téléphoner، فيرب تليفوني على طول بياخد مفعول غير مباشر واللي اتحذف جمع leur. 25 tes parents il faut نقط obéir، فيرب obéir برضو بياخد مفعول غير مباشر يبقى leur. رقم 26 بيقول لي tu achètes ce pantalon oui نقط ايه جولي. طيب هنا بيقول لك إيه، هل انت هتشتري هذا البنطلون؟ فقلت ايوه ايه جولي، ايوه البنطلون، يبقى انت عايز ضمير فاعل اللي هو الإل، ضمير فاعل. le professeur de français est génial je نقط adore، طبعا هنا فيرب adorer بياخد مفعول مباشر يبقى الابوستروف. le professeur de français est génial je نقط parle، فيرب parler مع العاقل على طول بيبقى غير مباشر تبقى لوي. le professeur de français est génial je نقط téléphone، فيرب téléphoner دايما بيجي معاه الغير مباشر يبقى لوي. cette copine نقط sourit toujours، برضو فيرب sourire بياخد مفعول غير مباشر يبقى لوي. يبقى عندنا فيرب parler téléphoner وسورير، وكمان فيرب روندر فيزيت اللي هو يقوم بزيارة. le cadeau il نقط donne à sa mère، هنا الفعل اللي عندي اللي هو فيرب donner
فيرب دوني بيجي معاه مفعول مباشر ومفعول غير مباشر، واللي موجود عندك في الجملة الغير مباشر يبقى اللي اتحذف المباشر يبقى لو. وبعدين كمان اللي اتحذف قلنا اللي هو بيبقى في بداية الجملة ده كده مفعول بيبقى غير عاقل، يبقى على طول يبقى مباشر. طبعا مع الافعال هأكد تاني، مع الافعال اللي بتاخد مفعولين مباشر وغير مباشر. طيب بيقول لي وي il nous pose une question، برضه فيرب بوزي اللي هو بمعنى يوجه سؤال، جاي بعده مفعول مباشر يبقى اللي اتحذف الغير مباشر تبقى لوي. je نقط apporte le cadeau، برضه هنا فيرب apporter بياخد مفعولين، واللي جاي بعده اللي هو المباشر يبقى اللي اتحذف غير مباشر تبقى لوي. سارة وندى sont absentes، يعني سارة وندى غايبين. je نقط تليفون، انا هتصل بيهم، برضو بتاخد مفعول غير مباشر تبقى leur. le ballon je نقط lance à ma fille، فيرب lancer برضو بتاخد مفعول مباشر وغير مباشر، وجاي بعدها المفعول الغير مباشر اللي هو العاقل، يبقى اللي اتحذف المباشر اللي هو غير عاقل، يبقى نختار le.